ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه النهارده؟ جاي اشرح لكم واحده من اهم المهارات الكلوز رينج في بابجي موبايل. المهاره اللي لو اتقنتها هتخلي اي واحد يقف قدامك يتحول لفريكي. موضوع حلقتنا النهارده هو الدوج، ازاي تتفادى ضرب العدو وتبوظ الايم بتاعه. ويلا نبدأ. اول حاجة تفسير الدوج. بص يا صاحبي، الدوج مش مجرد انك تتحرك يمين وشمال وخلاص. الدوج هو الحركة سريعة ومدروسة بتعملها وانت بتضرب علشان تهرب من رصاص الخصم، وتخلي الايم بتاعك العدو يطلع بره جسمك، يعني ما يجيش فيك. يعني باختصار تهرب وتضرب في نفس الوقت، ومش اي حد بيعرف يعملها. يعني مش اي حد يعرف يعمل دوج، ليه تقنيات وليه تكتيكات تقدر تتدربها عشان ايه تقدر تعمل الدوج ده. خليني اقول لك من انه اهم انواع الدوج. اول حاجه الدوج السريع اللي من المسافات القريبه. الدوج السريع بقى هو المفروض تبقى واقف قدام اللاعب، شايفين الجويستيك انا بعمل فيه ايه؟ باخده اقصى اليمين واقصى الشمال بسرعه. يعني ما بوقفش صباعي في حته منطقه معينه، باخده يمين شمال يمين شمال يمين شمال بسرعه. ده الفايت القريب الكلوز. محتاج تروح يمين وشمال بسرعه لان ايم الخصم في النص، فانت على ما تروح وتيجي هيكون نص ايم الخصم راح وانت تكون مفكك له دماغه. هتبعد من المسافة وهتعمل دوج برضه. هتروح يمين وشمال 3 ثواني شمال و3 ثواني يمين، وحاول تخلي الايه فوق علشان يبقى اعلى نسبة ضرب، يا بودي يا هيد شوت. فبكده تقدر تخلص. شوفوا ده الدوج السريع قدام اللاعب. الدوج البعيد 3 ثواني يمين 3 ثواني شمال. ما تعملش دوج سريع من بعيد لان كده كده ايم الخصم في النص، فانت اما تعمل دوج سريع فانت اكتر منطقة بتعدي عليها النص، فاكتر طلق هيجي فيك النص. فانت تعمل دوج بطيء اللي هو ايه 3 ثواني يمين 3 ثواني شمال، هيخلي ايم الخصم طلقتين 3 بالكتير يجوا عليك، تكون انت ايه انهيت الفايت ورجعته للوبي. ببساطة الدوج الامامي دون لو انت واحد انت مدمجه وراح اخد كفر. شوف انت ببوش ازاي، شوف انا ببوش ازاي. بعمل دوج لقدام مش يمين وشمال، وبحيث ان انا بتقرب علشان لو طلع عليا ما يجيبنيش. هنعمل بقى العكس. الوقت انا لو متدمج واخد كفر والولا ايه عايز يبوش عليا، انا لو عايز ارجع الكفر بعمل دوج خلفي عكس الدوج الامامي. اخش الكفر اخرج اضرب عليه، وهكذا بقى. بصوا اخرج اضرب عليه، يعني الدوج الخلفي لورا عشان اخش الكفر، الدوج الامامي علشان ابوش على الولا وما يجيبنيش، وفي نفس الوقت اقدر اجيبه وبكل سهولة. طبعا الحلقة الجاية يا هنعملها بكات يا تعليم حساسية الجيرو. طبعا انتوا في الحساسية العادية ما عملتوش تفاعل، فانا ممكن اخر حساسية الجيرو. لو انتوا عايزين فيديو الجيرو ينزل بسرعة وريني تفاعلكم على الفيديو دون. ولسه بقى هنقول اهم المعلومات للناس اللي قعدت معايا في الفيديو. المعلومات دي عبارة عن ايه؟ المعلومات دي تعمل ايه افضل اعدادات او افضل حاجة تخليها علشان تخلي الدوج بتاعك صحيح بنسبة 100%. طبعا من اهم اعدادات الدوج، انا قلت لكم في الفيديو اللي فات بتاع الجويستيك، قلت لكم مثلا تخلوا الجويستيك على حجم ايديكوا بالظبط، يعني حجم صباعكم بالظبط. فده طريقة صحيحة بس مش قوي، لان الطريقة الصحيحة ان انتوا هتحطوا صباعكم على الجويستيك وتعملوا اكبر بدرجتين. ليه؟ لان الكنترول على الجويستيك بتاعك هيبقى تحكم 100%، فنسبة اللي انت تجيب هيتشوتات يعني النسبة هتزيد بنسبة 80%. يعني هتزيد اللي انت فول كنترول على ايه على الجويستيك بتاعك. تاني اهم نصيحة تعملها في اعداداتك، هتدخل على الاعدادات وبعدين عشان الدوج الاخير لسه ما شرحتوش اللي هو دوج الكراوتش، تخلي الكراوتش في حتة مكان سبع السكوب علشان تقدر تحرك الايه، وفي نفس الوقت تعمل كراوتش في الدوج دون. طبعا الدوج ده لسه ما شرحش اللي هو دوج ابو كراوتش. اوكي. انت تخلي الدوج على صابع اللي هو صبع اللي بنشاهد بيه، هتخليه فوق زي ما كان ايه السكوب. هتخليه فوق ليه؟ علشان وانت ضغطة الكراوتش تبقى سريعة عندك، يعني ما تعملش بصبعك الابهام وتنسى الايم، لا صبع الابهام كله للايم، وصبع صبع الشهادة مثلا للسكوب والدوج. وطبعا انا حاطط زرار الضرب الجنبي، يعني فوق واحد على صبع الابهام. ليه؟ علشان في بعض الناس لما تيجي تعمل دوج تنسى الام بتاعها، يعني تخلي الام بيضرب في النص. طب ما انت زيك زيه كده ما استفدتش حاجه. لا، انا عشان احل المشكله دي حطيت زرار الضرب على الجنب على صبع الابهام علشان وقت الضرب حرك بيه. نخش تاني على الاعدادات والايه عناصر التحكم المتقدمه. لو نزلنا تحت، اول حاجه انا مفعلها الام اسيست علشان يخلي الدوج بتاعي حلو. وطبعا حساسيه الرد، الناس اللي بتقول لك لو عملت حساسيه الرد صفر يبقى الدوج بتاعك خلاص. اول ما تسمع الكلمه دي تعرف ان الولا اصلا بادئ بابجي الشهر اللي فات. لا، حساسيه الركض ملهاش علاقه خالص بالدوج. حساسيه الركض بتخليك، شوف الدوج الامامي عندي بايظ خالص ازاي وما بيجريش اللاعب.
بس كدوج طبيعي نفس الدوج الطبيعي. فانا انصحكم تعملوها 95 85 90 100. دول احلى ارقام جربتهم. انا عاملها 100 لان انا متعود على 100. انت عايز تعملها 85 95 100 على حسب رايك. وطبعا منظور الايباد الاتنين صفر، تي بي بي او الاف بي الاتنين صفر. تمام كده نكون خلصنا كل الاعدادات. لسه بس دوج الكراوتش ودوج كمان اقوله لكم. فاكرين كل انواع الدوج اللي شرحت لكم؟ هتزود معاهم واحده كراوتش، ما تزودش، ما تعملش انت عقباوي، هي واحده كراوتش رايح وواحده كراوتش راجع. ما لاقيش بقى داخل على واحد الاقي بيعمل لي عقباوي. ما انت كده لو الولد مخرة وطلقه باضي كله هيجي في صدرك، فانت مت في ثانيه. واخيرا وليس اخيرا مشيه البوتات. مشيه البوتات عباره عن ايه؟ انت هتقول لي مشيه البوتات، انا معلش يا عم سامع كلامك يا عم، انت عايز تخليها بوت. بص اسمعني وصلي على النبي. اول حاجه مشيه البوتات دي بتخلي ايمك 100% كله هيدشوتات. ثانيا بتكسر ايم الواحد بطريقه صعبه. ساعات انت ما تخش مع صاحبك البوت تلاقيه طلقه كله هيدشوتات وما تعرفش بيجيبك ازاي، مع ان انت لو دخلت رينج الاول واحد بيموت في الخريطه. هي مشيه البوتات اللي بيعملها فيك بتكسر ايمك. انت واحد مستني انت تلعب واحد دوج وتظبط ايمك عليه، لا هي يقوم ماشي لك ماشي البوتات كسر ايمك، انت قاعد بتضرب على الهوا وهو يكون خلاص فضى الخزنه عليك. فانت وانت خارج من الكفر حاول تمشي مشية بوتات لانها تكسر ايم الولا. وبس اهم تدريب للدوج هتطلع هنا اهو، واحد ملجلج تقف هنا اهو، هتقعد تعمل دوج. اذا انت وقعت دوجك غلط، يعني انت لو وقعت مثلا قدام او ورا دوجك بايظ. شوفوا انا وقعت قدام دوج بايظ اطلع اجرب تاني، وهكذا لحد ما تظبط معاك الدوج. محدش يقعد يقول لي ما اعرفش اوصل لدي وبقوم واقع وكل حاجه. الشعب كله بيقع على نفسك يعني، كمان مش علمك ازاي تعمل باركور على دي يعني ايه. يلا هتعمل ايه دوج. شوفوا بقى، شوفوا النت، يعني انا عاملها والنت يعني بجد استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. تطلع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. النت شغال ولا ماله؟ والله ما انا عاملها. اقطع يا عم. وبس كده يكون خلاص الفيديو يا ملوك اللعبة. متنسوناش باللايك والاشتراك علشان نكمل في محتوى التعليم. وصلى على النبي وسلام.